بنرحب بكل متابعينا فأهلا وسهلا بحضراتكم. حافظ إبراهيم هو شاعر مصري، وكان واحد من رموز مدرسة الإحياء في الشعر العربي. لقب بشاعر الشعب وعرف بشاعر النيل. ولد حافظ إبراهيم سنة 1872 في محافظة أسيوط في مصر. كان والده مهندس للري، وتوفى والده وهو في سن الرابعة من عمره، فعادت به أمه إلى بيت أخوها في القاهرة. تلقى حافظ إبراهيم التعليم الابتدائي وجزء من التعليم الثانوي، ثم انتقل مع خاله إلى طنطا، وفي طنطا بدأ الدراسة بالجامع الأحمدي ليحفظ القرآن ويدرس الأدب والشعر. ظهرت موهبة حافظ إبراهيم الشعرية وهو في سن 16 من عمره. لم يتعلمها في المدارس أو حتى على يد معلم أو أديب، بل كانت موهبة بالفطرة، فكان يقول الشعر وهو في هذه السن المبكرة. كان حافظ إبراهيم بيحب القراءة وبيتمتع بسرعة الحفظ وقوة الذاكرة، وبدأ الاهتمام بالشعر والأدب أثناء دراسته بالجامع الأحمدي في طنطا، فاطلع على كتب الأدب وأعجب بالشاعر محمود سامي البارودي، ثم التقى بالعديد من الأدباء والشعراء في مجالس الإمام محمد عبده. وفي سنة 1888 التحق بالمدرسة الحربية وتخرج منها برتبة ملازم تاني في الجيش المصري، ثم أحيل إلى وفي عام 1911 عين رئيس للقسم الأدبي في دار الكتب، وترقى في المناصب حتى أصبح وكيل لدار الكتب. حصل على البكالوريا سنة 1912 وتوج بلقب شاعر النيل. وبالرغم من انتمائه إلى مدرسة الإحياء والبعث الشعرية، إلا أن كل من العقاد وخليل مطران لم يجدوا بدا في إنصاف الرجل تقديرا لمكانته الشعرية، حتى وإن اختلفوا معه في المذهب الشعري. جمعت بين حافظ إبراهيم وأحمد شوقي أمير الشعراء صداقة حميمة استمرت إلى أن انتقل حافظ إلى الرفيق الأعلى. من قصائد حافظ إبراهيم قصيدة اللغة العربية، قصيدة مصر تتحدث عن نفسها، قصيدة يا من خلقت الدمع لطفا. توفي حافظ إبراهيم سنة 1932، والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.